عارفين ايه هي اللغة اللي بيتكلم بيها الله في السماء؟ الله موجود في سماء السماوات، وكل الملائكة والقديسين موجودين في السماء الثالثة، ودايما ربنا بيكلم كل واحد فيهم وبيرد عليهم سواء ملاك أو قديس. وده لو الله عاوز يبعته لمكان معين أو لشخص علشان يبلغه برسالة الله عايز يوصلها له. ودي مش حاجة غريبة، دي حاجة بتحصل كل يوم. وفي السماء في لغة موجودة، اللغة دي مشتركة بين كل الأرواح الموجودة في السماء، وهي لغة غير كل اللغات البشرية اللي نعرفها. وبرضه اللغة القبطية مش هي اللغة اللي بيتكلموا بيها في السماء. والله لما يحب يكلم كل واحد فينا بيكلمنا احنا بلغتنا اللي نفهمها ونستوعبها على حسب كل واحد فينا. زي الله لما ظهر لموسى في العهد القديم كلمه بلغته العبرانية، ولكن لما بيظهر لحد من القديسين في العهد الجديد بيكلمه بلغته اللي يفهمها، لأن الله عارف كل اللغات البشرية وبيتواصل معانا بيها، وبيوصل لكل واحد رسالته اللي عايز يقولها له بلغته اللي يفهمها. ولكن في السماء هو بيتكلم باللغة السمائية، واللي الله أخفاها عننا احنا البشر هتبقى معلنة لينا في المجيء التاني. واللغة دي اللي بيها بتفهموا كل الأرواح، وهم كمان يقدروا يشتركوا مع بعض في التسبيح بصوت واحد أمام عرش الله. وهي دي لغة السماء. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب أتمنى دايما يا رب أكون قريب منك. أرجوك يا رب حافظ عليا وخلي بالك مني. حط يا رب ايدك قبل ايديا في كل حاجة. ابعد عني يا رب الشر وشبه الشر. ابعد عني كل كآبة يا رب وهم ممكن يقربولي. احفظني يا رب في كل طرقي، وابعد عني كل شر وكل هم وكل تعب.